السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم طارق أحمد. النهاردة حابب أتكلم معاكم عن مليون دولار هابتس. مليون دولار هابتس هو كتاب جالي كده السنة اللي فاتت، كان جالي في عيد ميلادي. رفاعي هو اللي كان جابهولي. الموضوع ببساطة خالص، الكتاب أنا من السنة اللي فاتت ما قريتوش أصلا. اتأخر عليا جدا في حتة إن أنا أقعد أقراه، ولكن لما بدأت أقراه النهاردة الكتاب لطيف، الكتاب جميل جدا. ده اول بوينت. تاني بوينت، الكتاب انجلش. ليه انا بحب اقرا الحاجه انجلش؟ الحاجه لما بقراها انجلش اولا بتحسن عندي انا اللغه، بتخليني اخد كلمات جديده. انت وانت بتقرا ممكن تبدا تتكلم بالاكسنت نفسها، فتبقى بتظبط الاكسنت نفسه. انا عندي مشكله خرافيه ورهيبه في السبيلنج، مفيش سبيلنج اساسا يا باشا. هو الموضوع كله ايه؟ ان انا عارف الجمله، انا بغلط في الحاجات العاديه اللي هي زي مثلا بيكوز والحاجات دي، تلاقيني بعرف انطقها كويس لكن ما تلاقينيش انا في السبيلنج كويس، فده بيحسن معايا كل ده. ده اول بوينت. تاني بوينت، ليه الانجليش؟ لان الكتب الانجليش اصغر، الكتب الانجليش دايما بتبقى ابسط من الكتب العربي. يعني انت جرب تجيب كتاب عربي وبص على مليون دولار هابتس ده الانجليش، وهات بقى النسخه العربيه بتاعته، هتلاقي النسخه العربيه كبيره، الترجمه بتاخد مساحه وبتاخد وقت. بس ده ليه فكره الانجليش. اما بقى بالنسبه للكتاب، طبعا في البدايه الكتاب بيبدا معاك بالاوثر، بيبدا معاك بالكريديتس بتاعت الاوثر نفسه اللي هو المؤلف. يعني كل الكلام ده احنا مش عايزين نبدا فيه. انا حابب ابدا معاك النهارده بشابتر 1. طب هل احنا هنخلص شابتر 1 ده؟ لا، احنا مش هنخلص شابتر 1، وهقول لك ليه. انا ممكن ان انا اقوم واخد الشابتر ملخصه كله واقوم رازعه لك مره واحده، لكن انت هتستفاد ايه؟ الفكره في ان انت بتسمع كتاب او ان انت بتاخد شرح او ملخص لكتاب، ان انت حابب تاخد الخبره من الكتاب. خبره الكتاب لو اتزنقت كلها مره واحده انت هتاخد منها معلومه معلومتين وهترمي الباقي. لكن احنا حابين ان احنا نتكلم كل فيديو عن معلومه او اتنين صغيرين خالص، ما نزودش. والله لو المعلومه او الشابتر نفسه اللي هنتكلم فيه لقيناه كله هري وامثله، احنا هنقوم واخدين منه مثال او اتنين ونبدا نتكلم بقى عن الحاجه اللي احنا هنتكلم عنها. بس ده مقدمه، انا عارف ممكن طويله شويه، لكن ان شاء الله هننجز النهارده، يعني مش هنعمل فيديو طويل. في بدايه الكتاب خالص الكاتب بيكلمك عن مهاتما غاندي. ليه بيتكلم عن مهاتما غاندي؟ هو اقتبس منه جملة كان المهاتما غاندي بيقولها، وهي جملة ان معتقداتك هي اللي بتشكل افكارك، وافكارك هي اللي بتشكل الاكشن اللي انت بتاخده او الفعل اللي انت بتاخده، والاكشن اللي انت بتاخده هو اللي بيحدد طباعك او بيحدد عاداتك، لان تكرار الاكشن او تكرار الفعل بيؤدي لوجود عادة، والعادات هي دي اللي بتحدد قدرك. اللي بتحدد قدرك لان دي اللي هتفضل ثابتة معاك طول حياتك. فكرة ان الكاتب يديلك المقولة دي هو هدفه بس انه يعرفك قد ايه الفكرة مهمة. الفكرة هي اللي بتعمل لك العادة، الفكرة هي اللي بتكون لك مستقبل كامل. الكاتب برضو ادانا مثال، الكاتب ده اللي هو ستيلان موريرا. خلاص، ستيلان موريرا الكاتب ادانا مثال. المثال ده لطيف جدا. هو بيقول لك دلوقتي فرضا ان انت ماشي في الشارع، مره واحده طلع عليك كلب، الكلب ده بيجري ناحيتك، يعني انت كمان مش هو طلع وخلاص، ده هو بيجري ناحيتك، تمام؟ فانت اوريدي اول حاجه هتعملها ان انت هتجري. يعني انت اصلا شايف كلب بيجري عليك وفاتح بقه، هو انت هتجري على طول، الموضوع مش محتاج. طيب بما ان انت هتجري، ايه اللي خلاك تاخد الاكشن ده؟ مش احنا قلنا الاكشن هي صوت او الاكشن هي فكره؟ ايه اللي خلاك تاخد الاكشن ده بعد الفكره؟ اللي خلاك تاخد الاكشن هو تفكيرك ان الكلب بيجري عليك فاتح بقه. انت خايف من ان انت تتعض، خايف من الحقن اللي هتاخدها، خايف من العلاجات. انت اصلا الم العضه لوحده حوار، يعني فاهم؟ انت اصلا مرعوب من العضه نفسها. طيب ايه اللي بيخليك انت تجري؟ ليه ما بتفكرش في احتمالات تانية؟ ما ممكن يبقى جعان، ممكن يبقى جاي يلعب معاك. هو اللي بيخليك تفكر في احتمال واحد هي فكرة ان انت خايف، ان شعور الخوف هو اللي سيطر عليك. طب فرضنا ان انت اتعاملت مع الموقف بشكل تاني، ان انت ممكن تكون بصيت وراك تلاقي صاحبه اصلا واقف بيناديله، ممكن تبقى انت واقف الكلب جاي يلعب معاك، ممكن يبقى عايز ياكل عادي. طيب فرضنا ان انت بدأت تفكر في الشكل ده او في الاحتمال ده، فده يؤدي بينا لنتيجة منطقية جدا، وهي فكرة ان الافكار السلبية بتخليك تشوف من منظور واحد، من منظور ضيق جدا، تمام؟ اما الافكار الايجابية بيخليك تفكر في شكلين او ثلاثة على الاقل، انت بتفكر في افاق تانية او اشكال تانية من التفكير. وهي دي الفكرة الاساسية، فكرة ان انت ما تفكرش بشعور الحزن او الكآبة. يعني مثلا خلينا اقول ان انت قاعد مره واحده جه في دماغك هشغل موسيقى حزينه، هشغل اغنيه حزينه، بعد كده بدات تفكر في الافكار الحزينه اللي حصلت لك والمواقف اللي حصلت لك في حياتك. المواقف اللي حصلت لك في حياتك زائد المود اللي انت عايشت نفسك فيه خلاك ما بتجيبش غير الحزن بس.
انت لو تلاحظ هتلاقي ان انت دايما بتركز على المود ده، انت في وضع الحزن فبتركز على كل المشاكل او كل الحاجات الحزينه اللي حصلت لك اللي بتغذي البوينت دي او اللي بتغذي المود ده. طيب تعالى ناخد بقى شخص مكانك، هو شخص متفائل جدا، شخص بيفكر بشكل متفائل شويه، بيحاول يشوف ايه اللي يقدر يستفاده من كل مشكله حصلت. هتلاقي ان هو بدأ يحط لكل مشكله حصلت في حياته استفاده واثنين وثلاثه واربعه. اذا فالتفكير الايجابي بيتيح لك في دماغك تفكير او بيفتح لك في دماغك صوره اكبر من ادراكك للواقع حواليك. لو الكلام ده صعب شويه فانا هحاول الخصه لك، ان انت ببساطه خالص لو انت فضلت عايش في مود الحزن والكآبه هتفضل طول الوقت في مود الحزن والكآبه، ومش هيطلع لك غير مود واحد وهو الحزن والكآبه، مش هيطلع لك غير افكار واحده ومش هتشكل واقع من الافكار دي. يعني احنا قلنا ان الفكره بتشكل واقع، فانت مش هتشكل الواقع غير الحزن والكآبه. على عكس واحد بدأ يشوف المشاكل اللي حصلت في حياته على ان هي ليها نتيجه ايجابيه 1 زائد نتيجه ايجابيه 2 زائد نتيجه ايجابيه 3. طيب عايز مثال على الكلام ده؟ شايف الكتاب ده؟ الكتاب ده النهارده انا بدات اقراه. طب ليه النهارده بدات اقراه؟ الكتاب ده انا بدات اقراه النهارده لان انا كنت قاعد شغال على الكمبيوتر عادي، بمنتج فيديوهات، بنزل اعلانات، اشتغل شويه شغل الديزاين العادي، واذ فجاه يا معلم ان الكهرباء قطعت. طب اعمل ايه؟ فانا كل اللي عملته ان انا رحت واخد بعضي، مالي ازازه ميه، معايا التليفون، قعدت يا باشا خدت الكتاب، خدت الاقلام اللي انا بلون بيها، وقعدت قلت اما اشوف الكتاب ده بيقول ايه. انا بقالي سنه ما فتحتوش، يعني انا بقالي سنه ما قريتش عنه اي حاجه. لما قريت الكتاب انا اتفاجئت ان لا، الموضوع جميل، الموضوع لذيذ. حته ان انت تتعلم تفكر بايجابيه دي صعبه، انا نفسي ما اعرفش اعملها، ولكن انا استفدت الموقف ده بشكل ايجابي. صح؟ يعني انا بدل ما اقعد بقى مستني الكهرباء وقاعد بقول انا عملت حاجات كتير، انا ما عرفتش اسيف، انا ضاعت مني الشغل، لا انا قعدت رحت واخد الكتاب ده خلاني انا بدات الاقي افكار جديده، بدات ان انا احاول اغذي الطاقه النفسيه اللي عندي ان هي تبقى احسن عشان معايا وقت فاضي. انت فاهم الفكره؟ هي دي الفكره كلها اصلا، او الملخص المقدمه والانترودكشن بتاعت شابتر 1 كلها تتلخص في دي، ان انت تحاول تغير افكارك من السلبيه للايجابيه، وفي الحاله دي انت هتلاقي فرصه جديده وهتلاقي شكل جديد للتصرف في حياتك، وهتلاقي حلول لمعظم مشاكلك اكتر من ان انت تفكر في الواقع السلبي. انا اصلا من اكتر الناس اللي بتحب تشوف السلبي في كل شيء، انا ما بحبش اشوف الايجابي في الحاجه، عشان دايما ببقى حاطط في دماغي ان هبقى حاطط بلان لكل حاجه سلبيه بتحصل. ولكن بعد فتره لما تبدا تشوف تستغل الموقف السلبي اللي حصل لك ازاي، هتلاقي نفسك بتحط بدل البلان 2 و3 و4. الكلام اللي احنا لسه قايلينه ده هو كلام اتقال في دراسه حديثه لباربرا فريدريكسون. Those who nurture a positive mentality have a frame of mind that allow them to explore different options and create new opportunities. يعني ايه الكلام ده؟ يعني زي ما قلنا ان انت الانسان اللي بيفكر بشكل ايجابي بيبقى عنده اكتر من منظور، على عكس الانسان السلبي او اللي بيفكر من رجعيه سلبيه واحده. فهي بتقول لك when you tell yourself that nothing can limit your potential, how you can be better and how good things will happen to you, you will start to believe these things. Your subconscious will accept these beliefs and use them to shape a growth mindset. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي بتقول لك من الاخر كده يا معلم ان انت لو بطلت تفكر بشكل سلبي وبدات تحط افكار ايجابيه في دماغك، فده هيخلي عقلك هو اوتوماتيك يتغير، عقلك هيبدا يتشكل على العاده الايجابيه او العاده للتفكير الايجابي. الموضوع بيبقى صعب في البدايه لكن بياخد وقت. طب لما ده يحصل، احنا قلنا ان العاده بتشكل نتيجه اكشن. طب لما بتتشكل نتيجه اكشن بتشكل قدرك، لان هي بتمشي على بقيه حياتك. صح؟ ده اللي احنا لسه قايلينه، وده اللي مهاتما غاندي قاله، وده اللي هو المؤلف اساسا حابب يوصله لك في الشابتر 1. عايز اقول لك ان انت لما تبدا بالفعل تشوف الكلام في دماغك، لا الكلام مختلف. لو رجعت بصيت للمواقف اللي في حياتك، لا انا في حاجات كتير كنت ممكن اتعامل معاها احسن من كده، انا في حاجات كتير كنت ممكن ان انا اظبط فيها حياتي احسن، او ان انا اقدر اتعامل بشكل احسن. وعايز اقول لك في مقوله تانية في الكتاب، في الكام صفحه اللي انا قريتهم في بدايه الشابتر 1 دي، المقولات دي تحفه بجد. يعني انت هتلاقيني انا حتى بص تلاقيني حاطط عليها لون كده، اللون ده لان هي مهمه قوي. يعني بص المقوله دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك instead of succumbing to obstacles
you boldly face them and learn from them. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو بيقول لك بدل ما انت سكامبنج ده يعني انت عارف زي الشبح كده اللي هو عدي من وسط الحاجه، يعني انت في عقبه داخله عليك هوب تقوم انت معدي من جواها، ما تتعلمش منها اي حاجه، هي عدت عليك وخلاص، او المشكله اللي حصلت لك عدت عليك وخلاص، فانت ما اتعلمتش منها اي شيء. هي دي فكره السكامبنج، ان انت ما ينفعش تبقى سكامبر، ما ينفعش ان انت تعدي من وسط العقبه وخلاص، لا انت الصح بتاعك ان انت تشوف تقدر تتعلم منها ايه. المقوله دي عظيمه جدا. وبيقول لك كمان ان انت بدل ما تعديها لا انت هتبقى اقوى، هتبقى قادر ان انت تتعامل معاها بكل شجاعه، ان انت تبقى تقدر تشوف العقبه دي هتحسن ايه في حياتك. طب هو انا ايه المطلوب مني؟ معلش بان انا دلوقتي خلاص فهمت الموضوع، ايه بقى المطلوب مني؟ المطلوب منك ان انت لغايه ما يجي الاسبوع الجاي، لغايه ما نتكلم عن الجزء الثاني من الكتاب او الجزء الثاني او العاده الاولانيه، من اول الاسبوع الجاي هنبدا العادات الخاصه بالكتاب. مطلوب منك ان انت تبدا تحاول خلال الاسبوع ده تغير طريقه تفكيرك، ان انت تبدا تشوف، تحط مع نفسك تحدي كده، ان انت تبدا تشوف كل موقف سلبي هيحصل خلال الاسبوع. وما شاء الله احنا حياتنا مليانه خوازيق يعني، فكده كده يا معلم انت هيحصل لك حاجه، هيحصل لك حاجه خلال الاسبوع ده، ان شاء الله ما يحصلكش يعني، بس كده كده هيحصل، فانت كده كده هتترازى. طيب بما ان كده كده هتترازى، فانت حاول طول الاسبوع ده ان انت تبدا تشوف ايه اللي انت تقدر تستفاده من مرازيات الحياه. خلاص، يعني ابدا شوف ايه اللي انت تقدر تتعلمه وتستفاد منه من المشاكل بتاعت الحياه دي، ايه اللي انت تقدر تغير في تفكيرك بان انت تشوفه باكتر من منظور. يبقى الهدف بتاعك طول الاسبوع ده يا معلم ان انت تعمل ايه؟ هتبدا تشوف هتبدا تشوف كل مشكله تحصل لك خلال الاسبوع، وتبدا تعمل ايه؟ تفكر فيها بشكل ايجابي. ازاي افكر بشكل ايجابي؟ بان انا اشوف ايه اللي اقدر استفاده من المشكله دي. طيب هل الاستفاده دي لازم تبقى مكسب؟ لا، لكن الاستفاده دي مكسبك فيها ممكن ان انت تحاول تقلل من خسائر المشكله اللي هتحصل، ده استفاده. ده بيخلي عقلك يبدا يفكر بطريقه جديده، وبيعمل حاجه اسمها مايند سيت. يعني ايه مايند سيت؟ يعني بيقول لك مجموعه من الحاجات اللي في دماغك، احنا كده كاننا بنعمل زي مخزن جوه الدماغ. المخزن ده هدفه، او المايند سيت دي هدفها، ان احنا نبدا نحط فيها افكار تقدر تتعامل مع اي مشكله هتحصل خلال فتره الاسبوع اللي احنا بنتكلم فيه. ولغايه ما تنزل الحلقه الثانيه يا معلم، قول لي ايه رايك في فكره الكتاب، قول لي ايه رايك في اول شابتر اللي احنا لسه بنتكلم عنه. وكده كده ان شاء الله هنكمل الشباتر. حاول تتابعنا، هتابعنا طبعا على اليوتيوب او فيسبوك، احنا ان شاء الله هننزل حلقات على الفيسبوك بعد كده، هيبقى معاك الفيس او اليوتيوب، شوف انهي منصه هتبقى اسهل لك بان انت تحب تتابع عليها. واتمنى ما كنتش طولت عليكم، وان شاء الله مش هنحاول نخلي الحلقات بتاعه الكتاب طويله، هنحاول نلخص اكبر جزء نقدر عليه، ولكن هنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نكروتش، عشان حته الكروته دي انت داخل تستفاد من الكتاب، مش داخل ان انت تسمع كروته. اتمنى ان الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده يكون لطيف، يكون هادف، يكون ان هو وصل لدماغك ووصل لعقلك. بقالنا كتير ما اتكلمناش عن الكتب، من اخر مره اتكلمنا عن كتاب الخراب، ولكن الكتاب ده لطيف جدا. انا حابب ان انا اكمل معاكم فيه، واشوفكم مره جايه على خير. سلام.